ازاي نعمل تصاميم الافلام دي؟ طب واللي في بطنها؟ والله اللي عنده معزه يلمها. وبعدين انت جاي واثق قوي كده ليه اللي في بطنها ده مني؟ اختك حامل مني يا عبد الله. الحال ده داير تعاير حد غيرك يوم ممكن في لحظة الدنيا تنسى وتبقى وسط اليوم ما تأذيش حد عشان بجد مش بتدوم دايما خليك صدر وخطا بلاش شماتة ولوم. هنستخدم برنامج انشوت وبرنامج نوت فيديو. قبل ما نبدأ الشرح أحب أشكر كل الناس دي من قلبي، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان خلاص قربنا على 50 مشترك. أول تطبيق معانا وهو انشوت. هندخل هنعمل مشروع جديد وهنختار اللقطة اللي هنصمم عليها. لو عايزين اللقطة دي هتلاقوني سايبها لكم في قناة التليجرام. وهنيجي عند اختصاص وهنختار دي أو دي، وهنيجي عند حجم الصورة ونختار نفس اللي احنا اخترناها في اختصاص. بعدين هنيجي نكبرها عشان نشيل كل الحتت السودا دي. واللي في بطنها؟ وهنيجي نضيف صوت الأغنية بتاعتنا وهنظبطها على قدها بالظبط. وبعد ما ظبطنا الأغنية على قدها بالظبط هنيجي نخش على المؤثرات وندوس ضبط، وهنيجي عند التشبع ونخليها -50، وهنيجي عند التصغير دي ونخليها 40، وشحن هنخليها مثلا 30، والظل نخليها 10، واللي في ريحها هنخليها 10 برضه. الدفء زي ما هي، تباين 15، بعدين الإضاءة -7، بعدين هندوس هنا وهنا. جاي يلمها. وبعدين انت جاي واثق قوي كده ليه اللي في بطنها ده مني؟ وهنيجي مثلا عند لقطة زي دي ثانية دي وناخدها سكرين شوت ونقصها على القد بالظبط. بعدين هنيجي ندوس على الزائد دي فيديو أو صورة، ونجيب الصورة اللي لسه عاملها وهنضيفها هنا وهنظبطها على قد الفيديو. يا عبد الله. بعد ما نيجي هنخش هنا ونجيب صورة بيضة، أي صورة بيضة نكبرها على الآخر ونخليها 6 ثواني بس. بعدين نيجي على حيوية ورود أول واحدة ونكبرها عليها، وهنيجي عند دي وهنختار دي مني يا عبد الله. ونخليها مثلا 4، يا عبد الله. وهنيجي نجيب دي وبعدين هنيجي نكتب بقى كل الكلام اللي في الفيديو. طب واللي في بطنها؟ ونظبط برضو الخط. اهو جيت لكم تاني بعد ما خلصت الفيديو كله اهو. طب واللي في بطنها؟ والله اللي عنده معزه يلمها. وبعدين انت جاي واثق قوي كده ليه اللي في بطنها ده مني؟ اختك حامل مني يا عبد الله. اللي عايز يعرف بقى انا عملت الحركة اللي هي بتاعت ان الكلام يكون كده مكتوب وبعدين يجي الكلام التاني فوق، بتكتب الكلام وتحطه فوق بس بلون تاني، وتيجي هنا وهنا، وبدل ما بنستخدم الاولى دي بنستخدم دي او دي على حسب ما انتوا هتعملوا بس. ممكن في لحظة الدنيا تنسى
يعني مثلا عايز اغير اللون ديت، بدل ما تبقى صفرا اخليها حمرا مثلا اهي. بس وبعدين نعمله تصدير، استناه يحمل. بعدين هندخل على نود فيديو ونضغط هنا، وبعدين هنضغط على الزائد، وبعدين هنضغط هنا فيديو، وهنضيف الفيديو اللي احنا لسه عاملينه. بعدين هنيجي نضغط على الزائد دي ونضغط هنا، وهنجيب تأثير جلو ده، وهنمشي من طب- تحت طب. كده. اللي بط... لو في حتت عالية في التأثير اللي هو ده بيخلي الكلام منور، يعني ممكن يكون كده، ممكن يكون عالي أوي كده فهيكون وحش، فهنقلل الرقم ده. لو طول ما هو عالي هنقلل الرقم، طول ما هو واطي وعايزين نعليه نرفع الرقم. بس هو الأحلى بيكون من بين 5 ل7، احنا هنخليه 7 بس. واثق قوي كده ليه اللي في بطنها ده من... وبعدين هنيجي ندوس على الزائد تاني، وندوس هنا تاني، ونيجي عند دي ونختار برضو أول تأثير. ليه اللي في بطنها ده مني. والتأثير ده ملوش أي إعدادات، عادي. لو احنا عايزين بس نصغره من هنا نخلي الأم كده، ما ده مني. بس هو أحلى برضو بيكون 10. وبعدين هنيجي ندوس على الزائد تاني وندخل، وهنيجي عند هيت ويف تحت ده. الإعدادات ديت أنا هسيبها لكم برضو في التليجرام لو حد تاه من الشرح. هنيجي عند دي ونخليها 80 سالب 80، ودي هنخليها مثلا 12 أو 13. لو عملناها 13 هنخلي تحتها 13 برضو. ما ده مني. هنعمل اختك حبيبي. هنخليها 13 بس كده. بعدين هنيجي ندوس على الزائد تاني وندخل هنا، ونيجي على دي ونختار التانية دي، ما ده مني. ونيجي على 10 دي ونخليها 5 مني. اختك حبيبي. أو هنسيبها 10، مني. هنسيبها 10. وبعدين هنيجي نصدر. لو لقيت البرنامج بيعلق معاك عادي، البرنامج عادي. بعدين هندوس هنا ونيجي ندوس هنا وبس، ونسيبه يصدر وبس كده. ده كان شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدوس زر اللايك. سلام.